عيد يعني عادية، انتي بقى فين عيديتك يا اختي انت وهي؟ يلا حطيلي اللايك وقوليلي كل سنة وانت طيبة في الكومنتات، وحطيلي كومنتات كتير وشير كتير، ويلا بينا نشوف عملنا ايه النهاردة، ويلا بينا. كل سنة وانتوا طيبين وبالعيد متهنيين. يلا نشوف اول يوم العيد وروتين اول يوم العيد عملنا ايه، وكمان فرحة الولاد، وجهزنا التقديمات اللي هنقدمها للناس في العيد. بسم الله ما شاء الله، النواعم اللي عملناها مع بعض. يلا يا قلب اختك، لو لسه اول مرة بتتابعيني ما تنسيش انت بتتابعي امنية غزال. يلا اللايك والشير وسبسكرايب، وكل سنة وانت طيبة، ودعوة حلوة كده من القلب في كومنتات، وكمان شيري الفيديو على قد ما تقدري. عملنا مع بعض البسكويت، وعملته كمان بشكلين، عملت الشكل اللي هو المدور ده، وعملت الشكل التاني اللي هو التقليدي. جيت طبعا المقرمشات دي لا غنى عنها في العيد، الكل بيحبها صراحة. طبعا كنت عامله ترمس وحمص، ولكن لسه ما حطيتهمش. وايسل بقى بتوريكم، وهنشوف كده الهدايا والالعاب والحاجات اللي احنا هنعملها، والروتين بتاعنا اول يوم في العيد. عملنا ايه؟ اول حاجه بكون شاريه لهم كيس من البلالين كده، وبقعد انا وهم. اهم حاجه بقى في الليله دي كلها فرحه الاولاد. العيد يعني فرحه الاولاد، حافظي على فرحه ولادك على قد ما تقدري. الليله دي كلها انا بعملها، ويمكن الهده اللي انا فيها من اول رمضان انا بعملها علشان اخليهم مبسوطين وفرحانين. وصراحه الفرحه بتاعتهم دي بالدنيا وما فيها، ان هم يكونوا مبسوطين وفرحانين. انا كده ده العيد بتاعي، وانا كده 100 فل و10 زي ما بيقولوا، والله العظيم. قعدت بقى معاهم اشاركهم ان هم ينفخوا معانا في البلالين كده. وطبعا دي كلها ذكريات ما بتتنسيش، ان انتي تشاركيهم، والحاجات دي كلها لما يكبروا هيفتكروا ان انتي كنتي بتعملي معاهم ايه، ولعبتي معاهم ازاي، وشاركتيهم فرحتهم ازاي. فعلى قد ما تقدري ما تفوتيش الفرص دي، وما تفوتيش المواقف الجميلة اللي بتتحفر عند الطفل. بجد بجد بتبقى جميلة جدا. انا هنا بقى زي ما احنا شايفين كده عملنا حبة بلالين طبعا باختيار الالوان، هم اللي اختاروا الالوان. وايسل قالت لي يا ماما انا شاركهم في ان انا اوريهم اللعبة بتاعتي. فالفيديو النهاردة هيبقى مشوق كده، كملي الفيديو معايا يا قلب اختك للاخر. هنشوف الالعاب، وهنشوف كمان التجهيزات، وهنشوف حطينا ايه في التقديمات للناس وللضيوف كمان. فهنشوف بقى مع بعض ايه حاجة حاجة كده. خليكي معايا لاخر الفيديو، ما تنسينيش باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد، وتشاركي معايا. وكمان استنيني في لايف النهاردة الساعة 9، ده اذا ما كلناش ضيوف. فان شاء الله يعني هيكون في لايف النهارده باذن الله الساعه 9. زي ما انتم شايفين بقى كده، هي فرحانه باللعبه بتاعتها، هي اللي مختارها طبعا، خدتها محل الالعاب هي واخواتها. مازن اختار كوره. وطبعا مروان مجرد ما هيلاقي ايسل جابت اللعبه بتاعتها وابتدت ان هي تفتحها بقى. هتشوفوا دلوقتي. انا هسيبكم، المفروض كنت اسيب الفيديو بالصوت بتاعه الاصلي، ولكن هما ما كانوش مريحين، وهيصه وزعيق وحاجات من دي. فانا حبيت ان انا لو انتوا حابين ان انا بعد كده ما اعملش مونتاج للفيديوهات، عرفوني في الكومنتات. لو حابين ان انا اعمل المونتاج واكتم الصوت واسجل انا، فعرفوني برضو. يا ريت تشاركوني كل حاجه في الكومنتات. وهي هنا بتوريكم بقى العرايس اللي كانت في الطقم ده. انا مش عارفه الطقم ده طقم ايه اصلا، ولكن هو هتوريه لكم قطعة قطعة دلوقتي. كانت فرحانة بيه جدا، وهي ده اختيارها. وشوفوا فرحتهم والله بالدنيا وما فيها بجد. انا بس كنت اللي بعمله كله ان انا بساعدها في ان انا اطلع لها الالعاب. ده طقم كنبة كده وكرسي، وتقريبا ده الطقم الانتريه بتاع العرايس وكمان تسريحة وتويلت صغير. وبصوا تقريبا ده بيت العروسة كامل مكمل وجاهز مجهز من كله. هو ده. عندك كده بقى كده مازن قاعد ورا ماسك التليفون. انا بحاول على قد ما اقدر اخليه يفصل عن التليفون، واحاول ان هو يتشارك معانا. ولكن عايزاكم بقى لو لسه بتتابعوني لحد دلوقتي تعرفوني انتوا بتتابعوني من اي بلد. وكمان شاركوا معايا كل حاجة في الكومنتات، انا بفرح جدا بمشاركتكم معايا. انا هنا بقى قعدت علشان احط التجهيزات، واحط الشوكولاتات بقى والكاندي وجيلي كده هما بيحبوه، كنت جبته برضو قبل كده. فزي ما احنا شايفين
ادي بقى المقرمشات، والمقرمشات دي تركي تقريبا او سوري، انا معرفش، ولكن هي احسن من اللي هي بتتباع بره بالكيلو. دي الاكياس دي احسن من اللي بتتباع بره بالكيلو. فطبعا بقى هم قعدوا يشاركوني، ودي فرحة الاولاد، ما ننساش ان دي فرحة عيالك، فرحة اطفالك. هو بحبهم ان هم ايه يشاركوا معايا كل حاجة كده. هو اي نعم، انا مش عارفه ليه التصوير بيخضر وبيرجع يفتح ويخضر ويفتح، ولكن ان شاء الله بقى دعواتكم ان احنا كده نجيب موبايل جديد وكمان كاميرا جديده ونظبط الدنيا ان شاء الله. فانا بحاول على قد ما اقدر ان احنا اكون موفره يعني احسن حاجات ان انا اصور بيها، وان شاء الله ربنا هيقدرني. طبعا بقى اول حاجه قبل ما احط الشوكولاته لازم ادوقهم من الشوكولاتات اللي هم عايزينها كلها. العيد ده عيدهم والفرحة دي فرحتهم، واحنا لازم كل اللي هو عايزه. طبعا مروان هنا آه كان الشوكولاتاية وبيرمي الورق على الأرض، فأنا مكهربة الموضوع ده. اللي هياكل حاجة ما يرميش على الأرض. لو هتاكل كحكاية اقعد في مكان واحد، ما تفضلش تلف في الشقة الأربع لفات كده لحد ما تخلي الشقة الأرضية كلها نمل. خاصة بقى ان انا جايبة الحفاظات اللي في الأرض دي حفاظات جديدة. انا جبتها لونها فاتح. هي طبعا المساحة بتاعت الشقة عندي صغيرة شوية، فانا حبيت ان انا اجيب حاجة لونها فاتح في الارضية، ففعلا ادت وسع للمكان ولون الحيطان. وكمان خليت البيضات اللي هي اللي خليتها يعني لون البيضات اللي موجودة على الركنة والموجودة على الصالون، فكمان كانت مدية شكل حلو جدا جدا. وصراحة حسيت بفرق كبير واختلاف كبير في الشقة. كمان كانت ايسل وهي بتشتري، انا بعتهم هما يشتروا الشوكولاتات دي من سوبر ماركت جنبنا، سوبر ماركت الحمد. فهم اللي نقوا الحاجات دي كلها، فالكاندي والحاجات دي هي تنقية ايسل، وهم عارفين تنقيتهم، وعشان كده ايه واقفين بقى حواليا زي ما انتوا شايفين كده بيشاركوني ان احنا بنحط الحاجات للضيوف، عشان لما الضيوف يجوا يبقى التقديمات بتاعة العيد قدامهم. انا برضو بحاول ان انا اخلص كل اللي ورايا واقعد مع مروان على قد ما نقدر كده، مع انه ممنوع من الشوكولاتات وممنوع من حاجات كتير، ولكني بحاول على قد ما اقدر، لان احنا ان شاء الله قدامنا بعد العيد اسبوع كده وندخل في العملية بتاعة مروان. ربنا يشفيه ويعافيه يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. قلنا كده نخلص العيد ونعيد بقى ونفرح، وبعد كده نبقى نرجع تاني نعمل العملية ونشوف بقى هنبتدي نعمل ايه تاني. كانت ده المنظر بقى النهائي بتاع يوم العيد واول يوم العيد. انا عارفة ان الفيديو ده هينزل لكم تاني يوم، ولكن معلش اعذروني الضغوط كتير. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب دايما فرحانين ومتهنيين. كانت دي النواعم بتاعتنا، ما تنسوش تحطوا لي اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.